السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم بوصفة حلوة قوي. تستخدميها في الحمام بتاعك، في كمان الأواني بتاعتك لو الطاسات بتاعتك محروقة من تحت، والموضوع صعب عليكي. فالنهارده جايه لكم بفكرة حلوة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الفكرة بتاعة الفيديو النهارده إزاي. كان عندي طبعًا زي ما أنتم شايفين ده قشر بيض، يعني أنا كل مثلًا أسلق بيض أجمّع القشر، أقلي بيض برضه أجمّع القشر، أي بيض عندِك تجمّعي القشر تغسليه وتشيليه في الفريزر بتاعِك، وتفضلي تجمّعي فيه زي ما أنا جمّعت كده، وبعدين تجيبي القشر ده وتدخّليه الفرن يا دوبك 10 دقايق بس، لحد ما تحسّي إن لونه غيّر حاجة بسيطة زي ما أنتم شايفين كده. هو بينشف طبعًا وهنبتدي نطحنه. طبعًا يُستحسن تطحنيه في المطحنة بتاعة الخلاط، مطحنة الخلاط هتنعمه أكتر، أكتر وتخلّيه بودرة أكتر، أكتر. طبعًا الكَبّة مش هتنعمه بالطريقة اللي أنا عايزاها، بس طبعًا المطحنة بتاعتي بايظة، فرُحت استغنيت عنها واستخدمت الكَبّة. يعني أنا حطيت إيه هنا دلوقتي في الكَبّة بعد ما طحنت البيض، حطيت معلقتين من الأوكسي أي مسحوق بقى بتاع الغسيل العادي طبعًا، مع معلقتين من الكربوناتو، وهاضربهم ضرب كده مع بعض مع قشر البيض طبعًا المطحون، لحد ما زي ما أنتم شايفين كده يندمجوا مع بعض أوي. طبعًا هافضل أطحن لحد ما أنا عايزة أنعمه على قد ما أقدر، خلاص؟ بالشكل ده كده، جبناه زي ما أنتم شايفين بقى بودرة كده، وحطيته في علبة، وجيت على الحمام بقى والحوض، وهابله الأول وأرش بقى رش كده طبعًا، وابتدي إن أنا أجيب الإسبونشة مع السلك، وهادعك كده طبعًا. عندِك اصفرار بسيط كده، عندِك مثلًا تكلُّسات في القعدة، في الحوض، الحاجات الخفيفة دي هتطلع معانا بمنتهى السهولة مع لمعة جميلة كده. قشر البيض طبعًا ليه فوايد وإحنا ما كناش نعرفها، آآ زي ما أنتم شايفين من ضمنها التنضيف، يعني ما شاء الله لمّا بنحطه مع مسحوق الغسيل والكربوناتو بيلمّع الحمام بتاعنا، وكمان الأواني بتاعتنا لو فيها حاجات مستعصية زي ما قُلت لكم في أول الفيديو، بتطلّعها بمنتهى السهولة. طبعًا أنا أعمل الموضوع ده معاكم مرّة تانية. وهنا بقى زي ما أنتم شايفين كده أنا باعمل القعدة، وهاعمل طبعًا البانيو. طبعًا الأول بنبِل الحاجات دي عشان طبعًا الرغوة طبعًا إحنا حاطين أوكسي، ف هيبتدي يعمل معانا رغوة خفيفة كده، وهيشيل بقى الأصفرار البسيط زي ما قُلت لكم والتكلُّسات الخفيفة أهو. إن شاء الله الفكرة دي تعجبكم جدًا. أنا عاملة سلسلة تنضيفات على القناة هتعجبكم جدًا. هتلاقي الفيديوهات كلّها موجودة عندكم، آآ أفكار بسيطة واقتصادية ومش غالية أبدًا، وهتعجبكم إن شاء الله، ولو نفذتوها إن شاء الله هتعجبكم بإذن ربنا يعني هتعجبكم وهتتبسطوا بيها. زي ما أنتم شايفين كل الحاجات اللي أنا مستخدماها في التنضيفات رخيصة ومش غالية، وفي بيتنا كمان، يعني مش هنشتري ولا هنكلّف حاجة، لإن إحنا عارفين دلوقتي التنضيفات بقت يعني اللي هي الأدوات التنضيف بقت غالية إزاي، فالحاجات دي بتبقى بسيطة كده وبتأدي الغرض وإن شاء الله تعجبكم. طبعًا عملت الحمام بقى، طبعًا الحاجات اللي عرفت أصوّرها معاكم صوّرتها، واللي ما عرفتش عملتها مع نفسي. عملت البانيو زي ما أنتم شايفين اللمعة بتاعته خطيرة، طبعًا ودعكت الأرضية، وعايزة حتى السيراميك بتاعِك تدعكيه، إن شاء الله هيعجبكم جدًا الوصفة دي. شايفين بقى اللمعة، أنا عايزة أوريكم اللمعة بتاعة التواليت والحوض والبانيو، ما شاء الله هتعجبكم خطيرة ما شاء الله. ومكون كنا بنرميه ومش هيكلفنا أي حاجة. اللي عندنا كده كده مسحوق الغسالة موجود العادية، وعندنا الكربوناتو في بيتنا، وطبعًا البيض أكيد البيوت ما بتخلاش من البيض. اللي وصل معايا بقى لحد المقطع ده ما ينساش يعمل لي لايك وتشتركوا في القناة، وتسيبوا لي تعليقاتكم الجميلة اللي دايمًا مفرحاني. بصوا أنا حابة أوريكم اللمعة بجد تحفة.
طبعًا سبونش عادية مع حتّة سلكة وهتدعكي الحاجات دي كلّها، الإصفرار هيطلع الخفيف والتكلُّسات، وإن شاء الله الوصفة تعجبِك.